بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هيكون معانا درس جديد ومبسط لكل اخواتي الفنيين. ان شاء الله هنقوم بعمل تاسيس شبكه لقناه المراقبه. هنشوف كل حاجه من الالف للياء على الطبيعه. زي ما احنا شايفين دلوقتي، انا معايا دلوقتي كده اهوت مدخل الشقه. هنا ده اللي هو الريسبشن بتاعي، هو مؤسس كهرباء. هنا في الجزئية ديت هيكون في التلفزيون، وهنا وحدة المكتبة اللي هيكون عليها الجهاز. زي ما احنا شايفين كده اهوت، احنا خدنا العلام بتاعنا، ابتدينا ان احنا نكسر لحد فوق، لان هنا هيبقى فيه جبسن بورد بالشكل ده اهو. نشوف طريقة التركيب. شايفين دلوقتي دي الخطوة التانية، ان احنا ثبتنا الخراطيم بتاعتنا بالشكل ده اهو. دلوقتي انا عندي واحد يمين واحد شمال. اليمين ده اللي هيلف الشقة ويبقى على مدخل الباب، وده هوت اللي هيبقى في الزاوية. اما بالنسبة للخرطوم ده انا عامله للسماعات بالشكل ده اهو. ده خرطوم فلسكيب مقاس 23 عشان خاطر الكابل بتاع الاتش دي، بحيث ان المكتبة هتبقى تحت، كل الوصلات على الجهاز بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نلف بالخراطيم بتاعتنا، بس الاول هنقوم بتثبيتها والمحارة. هنا احنا لازم نراعي حتة ارتفاع المواسير، بحيث ان هي ما تبقاش قبة، تبقى كلها غطسة زي ما احنا شايفين كده اهوت، ان هي مستريحة. دلوقتي هنقوم بتثبيتها والمحارة بتاعتها ونرجع تاني. ده الشكل كده بعد النظافة، وعملنا عملية المحارة بتاعتنا بالشكل ده اهو. هنبتدي ان احنا نوزع خراطيمنا على الحيط بتثبيتها بكليبسات. زي ما احنا شايفين دي الكليبسات اللي انا بركب بيها بالشكل ده كده. احنا الحمد لله انتهينا من تأسيس الخراطيم لوحدة الكاميرات. زي ما احنا شايفين اول خرطوم لافف وطالع على باب الشقة. ده المخرج بتاعي. هنيجي الجزئية الثانية. زي ما احنا شايفين احنا عملنا تعديلة بسيطة، ان كان في هنا هوت خرطوم للسماعات، فالعميل طلب تعديل ان احنا نحط بدل الخرطوم اللي هو للسماعات دوت، ان انا استغله واخده للبلكونه، بحيث ان يركب كاميرا اضافيه. احنا عملنا تاسيس ليها، ادي خدنا ماسوره من العلبه على البلكونه بالشكل ده اهو، بحيث ان هي تبقى واخده الاتجاه بتاع البلكونه ايا كان
عاوز ان هو يأمن البلكونة في حالة السفر او ان هو يحطها في الشارع كده. ادي تاني كاميرا معايا. الكاميرا التالتة زي ما وعدناكم ان هي هتكون في الزاوية بالشكل دهوت، بحيث ان الباب اول ما يفتح نشوف مين واقف قصادي على الكاميرا. وبرضه ما نسيناش كاميرا المنور لتأمين مداخل ومخارج المنور. اهو انا خدت لفة بالشكل ده اهو. عملنا عملية المحارة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين اهو. انا خرجت بيه بحيث ان انا همشي واطلعه بره على المنور. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. كل الحاجات ديت هنا هيركب جبسن بورد. هنا بالنسبه للسماعات اللي كانت قلنا عليها في الريسبشن، انا عندي مخرج تاني عملناه هنا اهوت في الطرقه، بحيث ان انا اجيبه سماعه في الطرقه وسماعه عندي في الريسبشن. من خلال الجبسن بورد اعدي الاسلاك بتاعتي من الداخل زي ما انتم شايفين الشكل ده اهو. وبكده نكون خلصنا حلقتنا عن التأسيس. استنونا ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات اخوكم محمود المصري.